لعبنا شوط أول ما كانش من المفروض ندخلوا بالطريقة هذه على مستوى خاصة مش التنشيط نتاعنا الهجومي فرضوا علينا باش نلعبوا كرة طويلة اللي هي مش نقاط قوتنا نعرفوا اللي المنتخب الأسترالي هذه نقاط قوته ايزون صوتي دي لين يلعبوا كرة طويلة ويلعبوا الكرات الثانية رغم هذا كل يظهر لي خلقنا زوز فرص الشوط الأول من المفروض نتعاملوا معهم أفضل من هكا كنا نجموا نرجعوا بهم في نتيجة المباراة الشوط الثاني قمنا بالتغييرات التكتيكية اللازمة وعززنا أكثر في وسط الميدان خلقنا ان سورنومبر في الوسط خذينا احنا الكرة لعبنا الكرة نتاعنا حطينا الكرة اللوطة خلقنا دي ديكالاج على ليكوتي دخول كشريد أعطانا حلول أكثر على الجهة اليمين تعدى علي العابدي مالوريزمون معناتها في النيفو هذا إذا كان تخلق 4 و5 فرص بالطريقة هذه اليوم عملنا 14 تير فيهم برشا ما همش كادري كنا نجموا نكونوا بلوز افيكاس اجمالا كيف تشوف بعد 90 دقيقه نجموا نلوموا شويه على الاداء نجموا نلوموا شويه معناتها اللي ما كناش افيكاس لكن على مستوى المجهود على مستوى الروح اللي لعبنا بها حبينا ننتصروا حبينا نفرحوا جماهيرنا 90 دقيقة ما كانتش كافية لنا احنا خاصة في الشوط الثاني رغم كيف ما حكيت لك المجهودات اللي قمنا بها الكل مالوريزمون الكرة ما كانتش منصفة معنا ما كناش نستحقوا الهزيمة بكل أمانة اليوم مازال ثم مباراة لازمنا طونك عندنا امل ندافعوا عليه حتى الشانس تبدا صغيره لكن ما عندناش احنا نملكوا الحظوظ نتاعنا ماهوش مصيرنا بين يدينا نحاولوا نجتهدوا نحاولوا نكملوا المباراة بأقوى طريقة ممكنة الكأس العالمية هذه ورت لنا برشا نتائج ما كانتش متوقعة نعرفوا باش نلعبوا ضد منتخب فرنسي أهم شيء كونه نكملوها بنفس الروح بنفس الانضباط نتاعنا وإن شاء الله علشان نحققوا نتيجة إيجابية.